أول ما عيني جت على الرقاصة حسيت بحاجة غريبة كده، كانت بترقص بطريقة مش طبيعية. طول الوقت عمالة تتلفت يمين وشمال كأنها خايفة من حاجة. ومرة واحدة يا مرعبين لقيت لكم الرقاصة دي لفت وشها وطلعت تجري، ومن هنا كانت بداية المصايب. السلام عليكم عيلة المرعبين، عاملين ايه؟ مش عايزين نطول على بعض كتير ويلا نبدأ في طقوس سهرتنا. وهي هتقعد لي في أوضة هادية شوية وتهدي لي النور وتحط لي السماعات في ودنك، وأهم حاجة تعمل مشروبك الجميل وتيجي بقى تقعد قدامي علشان نبدأ سهرتنا. ولو انت أول مرة تشوفني أنا محمد نبيل. ودلوقتي خلونا نشكر أصحاب الكومنتات اللي قدامكم، بجد شكرا ليكم جدا على كل التعليقات الجميلة دي اللي بتسوبها لي في أي فيديو بنزله، وإن شاء الله القصة دي هتعجبكم. يلا بينا. كنت قاعد في فرح يا مرعبين، الساعة كانت 10 بالليل، والفرح ده كان فين؟ كان في بني سويف، كان فرح واحد صاحبي يعني وكان عازمني، ورحت أنا وكام واحد من صحابي وهم عمرو وياسين. طبعا انتوا عارفين بقى الأرياف الأفراح فيها ممكن تقعد لحد الصبح. وصلنا والفرح ده كان معمول فين؟ في منطقة زراعية تقريبا، في الحتة اللي هم بيقولوا عليها الغيط دي، يعني حتة زراعية كده ونصبين عليها الكوشة وكراسي والناس قاعدة والفرح شغال. كنا قاعدين على ترابيزة والناس قاعدة كلها جنبينا، كله لابس جلاليب والشيشة قدامهم واللي بيشرب حاجات تانية ملناش دعوة بيه، وكله قاعد يسقف وفرحان والدنيا جميلة والكوشة منصوبة قدامنا والعريس قاعد هو والعروسة. لحد هنا مرعبين الدنيا كانت جميلة شوية، احنا خلاص يعني كلها ساعة بالكتير، الساعة تيجي 11 وهناخد بعضنا ونمشي علشان نلحق نسافر تاني القاهرة. ولكن في ظل ما كنا قاعدين لقيت أبو العريس، وهو يعني يعرفني معرفة شخصية لأنه جالنا كذا مرة المكان اللي احنا شغالين فيه كده وعارفني، فجه سحب كرسي وقعد جنبي وسلم علينا كلنا وقال لي ازيك يا ده محمد. فقلت له الحمد لله والله يا عم خالد، انت اخبارك ايه؟ وبدأنا بقى نتكلم عقبالك وشد حيلك والكلام اللي انتوا عارفينه ده، لحد اما مرة واحدة لقيته خبط على رجلي كده وقال لي اتفرج اتفرج، الفقرة اللي جاية دي هتعجبك قوي. ما كنتش فاهم فقرة ايه ولا هو بيتكلم على ايه، ولكن مفيش دقيقة وفهمت هو كان قصده ايه. لقيت من ورا المسرح طلعت بنت عندها تقريبا حوالي 24-25 سنة، لسه شابة صغيرة جميلة جمال ملوش وصف. كانت لابسة عباية، من الواضح انها رقاصة، يعني ده اللي انا شايفه ان هي طلعت على المسرح وكده والكل فضل باصص لها، فانا فهمت ان دي الرقاصة يعني، مع ان لبسها ما يقولش ان ده لبس رقاصين. يعني ما كانتش لابسة بقى عريان والكلام ده، لا هي كانت لابسة عباية ملفتة حبتين ولكن مش بالوصف اللي في دماغكم. طلعت على المسرح وفعلا بدأت انها ترقص، ولكن بترقص بطريقة غريبة، طريقة مش طريقة رقاصين ابدا. شفت انت فيلم الفرح بتاع خالد الصاوي ودنيا سمير غانم وباسم سمرة؟ سوسن بدر في الفيلم ده كانت طالعة بدور رقاصة، لما خالد الصاوي فضل يديها بالبنيات في وشها ورم ونزلت رقصت ووشها وارم وكوباية الشاي في ايديها، فشكلها كان مسخرة. البنت دي لما طلعت شكلها كان مريب زي سوسن بدر كده بالظبط، عمالة تتلفت يمين وشمال، واضح انها خايفة من حاجة، بترقص وانا شايف جسمها وهو بيترعش. البنت دي خايفة، انا اللي خلاني اصلا ركزت معاها هو الوصف اللي انا بوصفه لكم. لحد ما بعد حوالي نص ساعة تقريبا البنت دي كانت تعبت، فكل ما تيجي ان هي ترجع لورا علشان تنزل من على المسرح يروح واحد واقف قدامها فترجع تاني وتكمل رقص يا مرعبين. فموضوع مريب كده، لحد ما مرة واحدة لقيت لكم النور قطع. قلت بس زي الفل، طبعا لما النور قطع الاغاني وقفت وكل حاجة وقفت، فخلاص لما النور قطع رحت مسلم على ابو العريس وقلت له معلش بقى هنمشي احنا وبتاع، وبقى سلم انت ايه على العريس عشان احنا خلاص هنمشي بقى عشان نلحق السفر. وقمنا انا واصدقائي وكان معانا عربية، فلفينا من ورا الكوشة كده من ورا وركبنا العربية. وعمرو صاحبنا ده قال لنا ان هو نسي التليفون بتاعه جوه، فراح دخل تاني
وفضل مين؟ انا وياسين بس. كنت قاعد انا وياسين في العربية، هو راكب مكان السواق وانا قاعد جنب منه وقاعدين مستنيين. مرة واحدة سمعت صوت حاجة غريبة في المكان. طبعا احنا طلعنا بقى من الفرح والاغاني هديت اصلا علشان النور قطع، فالصوت كان واضح. لقيت لكم باب العربية اتفتح وفي حاجة دخلت والباب اترزع تاني. فانا وياسين بصينا كده علشان الاقي لكم اغرب منظر ما كنتش اتخيله. البنت اللي كانت بترقص دلوقتي على المسرح ركبت في العربية اللي احنا فيها. بصينا لها طبعا واحنا مش مستوعبين. فياسين قال لها انت مين يا ست، انت بتعملي ايه؟ فلقيتها فضلت تقول كده وهي بتعيط اتحركوا النبي، اتحركوا ابوس ايديكوا هيقتلوني. فياسين فضل يزعق لها ويقول لها انزلي يا ست، شوف انت رايحه فين، مين اللي يقتلوك واحنا مالنا احنا بمشاكلك. ياسين كان بيكلمها وهو بيشاور بايده كده، فلقيت البنت قربت من ايده ومسكتها وباست ايده وهي بتقول له والنبي اطلع والنبي هيموتوني. الواد كان ما عندوش رحمه، فضل برضه يقول لها لا يلا انزلي يلا انزلي. فانا هنا تدخلت لانها بصراحه صعبت عليا، فقلت له اهدى بس انت شويه، وبصيت لها وقلت لها هو في ايه بس، مين اللي بيجري وراكي؟ فقالت ناس بتجري ورايا وعاوزين يموتوني، لو ما مشيتوش دلوقتي ذنبي هيبقى في رقبتكم انتوا. فبصيت لياسين وقلت له اطلع. فقال اطلع مين يا عم عمرو بتاع. قبل ما يكمل كلمته ولقيت لكم ناس كتير جايين بيجروا من ورا، ناس كانوا ماسكين شوم وبتاع. في ايه يخرب بيتك انت عملت ايه؟ طبعا انا وياسين خفنا والبنت عماله تصرخ، وانا بصيت لياسين وقلت له اطلع، لو ما طلعتش هيجوا يدغدغوا علينا العربيه، اطلع. فياسين خاف اكتر لما قلت له كده وراح مدور العربيه واتحرك على طول. مشينا وسيبنا صاحبنا عمرو، طلعنا من البلد. واول ما وصلنا على الطريق اللي هو فيه بقى العربيات، فياسين وقف على جنب وبص للبنت دي وقال لها انت ايه حكايتك بقى، ايه اللي انت دبستينا فيه ده؟ فالبنت قالت والله لا حكايه ولا روايه، الناس دي بتجري ورايا وعاوزين يموتوني علشان حاجه انا مش عايز اعملها. فياسين نفخ وقال لها طب هوديكي فين دلوقتي؟ فقالت معرفش، انا ماليش مكان ولا حد اروح له، بس وصلني لاي حته فيها عمار وانا ربنا يتولاني. فخبطت كده على رجلي ياسين وقلت له اتحرك بس كده، لما نوصل القاهره ربنا هيحلها. وبصيت لها وقلت لها خلاص ايه تطمني مفيش اي حاجه، احنا خلاص طلعنا اهو. وكملنا مرعبين ماشي بالعربيه لحد ما وصلنا القاهره. طبعا عمرو اتصل بينا وشتمنا وبتاع علشان ايه سيبناه ومشينا. اول ما وصلنا القاهره وبما ان العربيه كانت بتاعت اخو ياسين وهو خدها منه، فياسين طلع على فين؟ على بيته. ركن العربيه ونزلنا احنا التلاتة ووقفنا قدام بيت ياسين. ففضلنا نتكلم هتروحي فين، طب هتعملي ايه؟ فياسين اخر ما زهق قال لي بص يا محمد انا هطلع انام وانت شوف بقى هتعمل ايه، يبقى كلمني يعني لو في حاجه. وراح طلع الندل وانا فضلت واقف معاه. اتمشينا شويه كده انا وهي، وانا بصراحه يعني صعبان عليا هتروح فين بنت زي دي دلوقتي باللبس اللي هي لابساه، شكلها غلبان كده، شكلها ما يقولش ان هي رقاصه ولا ماشيها بطال. فقلت لها تعالي معايا وانا يعني هتصرف في موضوع الشقه ده ما تقلقيش. وطلعنا على فين؟ على العماره اللي انا ساكن فيها. وفي العماره دي كان في شقه فاضيه اصلا، الشقه اللي قدامي على طول. فكلمت صاحب البيت وانا ماشي وقلت له ان انا عاوز اجر الشقه دي منه شهر كده ولا حاجه، والايجار تمام والدنيا تمام يعني ما يقلقش. فالراجل وافق لانه عارفني يعني وعارف سمعتي. وصلنا وخدت المفتاح وفتحت الشقه ودخلنا وقلت لها خلاص الدنيا تمام اهي، اقعدي كده واهدي وبكره الصبح ان شاء الله هاجي اعدي عليكي ونشوف هنتصرف ازاي. قالت لي ماشي وفضلت طبعا تشكرني جدا. وبعدها سبتها ودخلت الشقه بتاعتي. اول ما دخلت مرعبين اتصلت بعمرو علشان اشوف في ايه. فلقيت عمرو بيرد عليا وبيقول لي انتوا فين؟ فقلت له يا ابني ما انا قلت لك ان احنا مشينا. قال لي طيب عامه الناس اللي كانوا بيجروا وراكم دول قلبين الدنيا هنا في البلد، وانا اصلا مش عارف اطلع، لولا احمد العريس مخبيني في مكان انا هموت. الناس هنا قلبة الدنيا حرفيا، فانتوا تداروا بقى اليومين دول. قلت له ماشي ماشي اما تيجي بس ربنا يحلها نبقى نشوف في ايه. وقفلت معاه وخلاص، احنا مالنا اصلا بكل اللي بيحصل ده، واحده ركبت معانا ومشينا حوار يعني ما قلتش ان هو هيكبر. تاني يوم يا مرعبين صحيت وخبطت على البنت دي لقيتها كانت نايمه. فدخلت الشقه وسبت طبعا الباب مفتوح وقعدنا وقلت لها انت ايه حكايتك بقى؟ وبدات انها تحكي لي وقالت لي ايه ان في ناس هي كانت شغاله معاهم
والناس دي يعني ناس تقال في البلد، ناس ماشية بطال، بتتاجر في كل حاجة بقى، مخدرات، سلاح، أي حاجة. وهي من حظها الأسود إنها اشتغلت معاهم فترة، وفي الفترة دي كانوا بيجبروها تعمل أي حاجة، سواء بقى رقص، انتوا فاهمين، حاجات تانية. وهي لأنها وحيدة وما عندهاش حد فكانت بتعمل ده وهي ساكتة، لحد ما خلاص يعني زهقت من اللي هي بتعمله بمعنى صح، وقالت خلاص أنا همشي، مش عايز أعمل كده. فازاي حسبوها إن هي خلاص دخلت وسطيهم وعرفت كل حاجة عنهم، فلا، لو طلعت برانا هتموتي. ده كان كلامهم ليها وكان تهديدهم. والمشكلة بقى في إيه يا مراقبين؟ إن في واحد قالت لي عليه اسمه سعد. سعد ده كان ابن واحد من الناس دي، ولكن مخه كان على قده شوية، وسعد ده كان متعلق بيها جدا. فسعد ده كان الدافع اللي بيخلي الناس دي تجري وراها، والدافع برضو اللي خلى الناس دي ما تقتلهاش لحد دلوقتي، هو سعد العبيط ده. فقلت لها هو انت اسمك ايه؟ قالت لي سما. قلت لها طب يا سما انت مفيش حد طب تروحي له، عم، خال؟ قطع الكلام وقالت لي انا مقطوع من شجرة، ماليش اي حد. قلت لها خلاص ماشي، خليكي هنا وانا هنزل اروح الشغل، ولما ارجع نبقى نتكلم. المهم يعني الشقة هنا امان زي ما انت شايفة، ما تقلقش من اي حاجة. ورحت نازل يا مرعبين، جبت لها شوية اكل يعني وكده، وطلعتهم لها تاني، ورحت نازل. بعد ما خلصت شغل اتصلت بياسين وقلت له تعالى نقعد على القهوة كده شوية عشان نشوف بقى ايه اللي حصل امبارح ده. قعدنا، وعمرو كمان جه من البلد وجالنا على القهوة. وأول ما قعدنا اتفاجئت إن عمرو مش جاي لوحده، ده أحمد العريس فرحه وجه معاه. قعدنا على القهوة اللي احنا متعودين يعني بنقعد عليها، وأول حاجة طبعا قلناها انت ايه اللي جابك يا أحمد؟ ولقيناه اتكلم بطريقة عفوية جدا وقال انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ ازاي تاخدوا البنت وتمشوا؟ فقلت له ايه يا عم مالك؟ واحدة ناس بتفتري عليها وخدناها ومشينا، كنت عايزنا نسيبها يعني؟ فقال لي ايوه، كنتوا سبتوها تغور في داهيه، انتوا مش عارفين توقعتوا نفسكم في ايه. فياسين هنا اتدخل وقال انا ماليش دعوه، انا سبتها وخدت عربيتي وماليش دعوه بحد. نبيل بقى هو يشيل، هو خدها وعمل فيها جدع وقعدها في الشقه عنده، انا ماليش دعوه. فاحمد بص لي وقال لي مشيها، روح دلوقتي ومشيها وبرأ نفسك، اسمع اللي بقول لك عليه، انا اخوك وخايف عليك. فقلت له يا عم في ايه، انت واخد الموضوع بجد قوي كده ليه؟ فقال عشان انت مش عارف دي واقعه مع مين، ولا انت عارف دي مين. فقلت له عرفني. وبدأ أحمد يحكي اللي هو عارفه، وقال إيه بقى مرعبة؟ البنت دي اسمها سما، شغالة مع واحد من كبارات البلد اللي في بني سويف، واسمه الحاج مطاوع. والحاج مطاوع ده واحد من الناس اللي الكل بيعمل له ألف حساب، شغله كله في الشمال والبطال، علشان كده الناس بتخافه وبتهابه. وهي من حظها الأسود إنها اشتغلت معاه 5 سنين، وفي ال5 سنين دول كانت بتعمل معاه كل حاجة. مش هو بس، هو ورجالته وأي حد كان بيجامل بيها بمعنى أصح، وهي كانت ساكتة لحد بقى ما ظهر مين؟ سعد. سعد ده بقى مين؟ ده عيل عبيط، عيل مخ على قده، ولكن أبوه يبقى مين يا مرعبين؟ واحد اسمه الحاج سيد. الحاج سيد ده ما يختلفش عن الحاج مطاوع، برضه شغله كله في البطال. فلما شافها سعد ده أعجب بيها جدا، وراح مكلم مين؟ أبوه. وأبوه كلم الحاج مطاوع، وراح الحاج مطاوع عمل إيه؟ راح مديها له، خدها يا سيد، حلال عليك، اديها لابنك سعد يلعب بيها. وراحت سما من بيت مطاوع لبيت سيد، راحت من ذل لذل. سعد ده ما كانش حللها بمعنى أصح، كان عاملها زي اللعبة بتاعته كده، وبرضه كان بيحصل فيها نفس اللي كان بيحصل في بيت مطاوع، لحد ما البنت زهقت تعبت هربت منهم، ولكن جابوها. وفي الفرح بتاعي قرروا انهم يجاملوا ابويا بيها، طلعوها على المسرح بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده، وفضلت ترقص غصب عنها علشان يكسروا عينيها قدام الناس كلها. وبعض من الناس اللي كانت في الفرح كانوا عارفين القصة دي، ولكن محدش كان يقدر يتدخل، لحد بقى ما انتوا جيتوا وخدتوها معاكم، انتوا اللي هربتوها، والناس دلوقتي قلبة الدنيا وهيجيبوها. والمرة دي مش هيسيبوها تفلت، لا، المرة دي هيقتلوها، وهيقتلوا اللي كان السبب في انها هربت منهم. عرفت بقى انا سايب فرحي وعروستي
وجاي بقول لكم الكلام ده ليه؟ اطلع يا محمد، اطلع دلوقتي مشيها وانقذ نفسك. كلامه كده مرعبين حرك حاجة جوايا خلاني مش عارف اعمل ايه. بنت زي دي واقعة في ورطة كبيرة، مجبرة طول حياتها انها تعمل حاجة غلط هي مش عاوزاها علشان بس ترضي شوية كلاب زي دول، ودلوقتي جاي يقول لي اطردها. فقمت وقفت وقلت له لا، انا مش همشيها، اللي عندهم يعملوه، احنا مش في بلد سايبة، في قانون، واللي هيقرب لي او يقرب لها هو اللي جاني على نفسه هبلغ عليه. فراح عمرو بقى هو اللي اتكلم او ضحك وقال لي يا ابني اصل انت ما شفتش الناس دي، دول كانوا ماشيين بالسلاح وعمالين يضربوا نار بطريقة تقول اللي اتخطف ده ابنهم. اسمع كلام احمد، اطلع مشيها، انت مش قد الناس دي. قمت يا مرعبين ورحت طالع على البيت، خبطت عليها لقيتها فتحت لي وهي برضو خايفة يا عيني. فدخلت وطمنتها ان كل حاجة تمام وما فيش حاجة والدنيا هنا امان. عاوز اطمنها، اصل انا مش هقول لها امشي دلوقتي وتنزل وتموت. قلت لا، انا هخليها زي ما هي. ودخلت الشقة بتاعتي ونمت. الصبح لقيت لكم التليفون بتاعي بيرن، فرديت كان رقم احمد. فقلت له ايوه يا احمد. فلقيته بيزعق وبيقول لي انت فين؟ قلت له أنا في البيت يا ابني، في ايه؟ قال لي انزل من البيت دلوقتي، الرجاله بتاعت الحاج سيد عرفوا عنوانك وجايين لك دلوقتي، خدها وامشي بسرعه. اول ما قال لي كده رحت منطور من على السرير وطلعت ورحت مخبط عليها، طبعا كانت نايمه، رحت واخدها ونزلنا من البيت. نزلنا وانا مش عارف احنا رايحين فين اصلا. كان في كافيتيريا الناحيه التانية في العماره، الناحيه التانية الشارع يعني الناحيه التانية. فروحنا قعدنا عليها، هي طبعا فضلت تسالني في ايه وقلت لها اللي حصل، اكدب عليها ليه؟ ففضلت تقول لي طب يلا نمشي من هنا، يلا نهرب، وانا قلت لها استني بس. فضلنا قاعدين مرعبين لحد ما تاكدت ان احمد كلامه صح. قلت لكم رجاله، بس مش رجاله بقى بجلاليب والكلام ده، لا، رجاله لابسه بدل زي بتاعت الافلام دي بتوع العصابات وطالعين بيجروا على البيت عندي. اول ما شفت كده عرفت ان احمد كلامه صح وان انا دبست نفسي في مصيبه انا مش قدها. وخدت البنت دي ومشينا. فضلنا ماشيين وانا مش عارف هنروح فين دلوقتي. فلقيتها وقفت وقالت لي سيبني سيبني وامشي، انت روح شوف حالك، انت مش مجبر انك تبقى معايا في اللي انا فيه، ده قدري، انا هتصرف ما تشيلش همي. فقلت لها لا لا، هتصرف هتعملي ايه يعني، اديني معاكي وخلاص. فضلت تتحايل عليا، ولكن عارفين انا كنت قريب منها ليه وايه اللي مخليني متمسك ان انا افضل معاها، ان انا كنت حاسس بيها. اصل شعور الوحدة ده مش اي حد يحس بيه، محدش هيحس بيه غير اللي عايشه، وعلشان عشته ففضلت متمسك بالبنت دي. خدنا بعدنا مرعبين وطلعنا على الاسم، ولكن ما دخلناش. جينا واحنا داخلين اصلا ولقيتها مسكت ايدي وقالت لي انت رايح فين، احنا ايه اللي جابنا هنا، انا قلت لك مش هينفع نبلغ. فقلت لها ليه، ما الناس دي هتحمينا. قالت لي اسكت اسكت، انت مش فاهم حاجه. عارف، هحكي لك قصه صغيره. وانا عندهم سعد العبيط ده كان كل شويه يندهلي ويخليني اقف قدامه وافضل ارقص له، وبعدها بيجيب صحابه دول كانوا عاقلين بس كانوا مصاحبينه علشان بيصرف عليهم ويقعدهم ويخليهم يتفرجوا عليا. كنت ببقى خايفة، عيني بتبقى مكسورة ومش عارفة أعمل أي حاجة. ففي مرة واحد من صحابه دول قام واتهجم عليا. سعد فضل يبص له شوية وبعدها مسك المسدس وضربه بالنار، موته قدام عيني. فضلت أصرخ لحد ما أبوه وقف قدام الجثة بكل برود ونده للرجالة بتاعته وقال لهم خدوا الكلب ده وارموه في أي حتة. خدوه فعلا ودفنوه ومحدش عارف عنه حاجة. عرفت ليه أنا بقولك مينفعش نبلغ؟ كلامها خوفني أكتر، وده اللي خلانا ناخد بعضنا ونمشي من هنا. كلمت عمرو وشاف لي شقة تبع واحد صاحبه في مكان تاني، يعني مش المكان اللي هو قاعد فيه. طبعا عمرو فضل يحذرني، ولكن خلاص انا اللي في دماغي انا كده اتحطيت معاها في المصيبة دي، مش عارف اروح في اي حتة تانية. قعدنا في الشقة دي انا وهي، ما كانش فيها حل تاني، مش من كتر الشقق يعني، هي شقة واحدة وجات لنا فكويس قوي. قعدنا فيها احنا الاتنين، ولكن طبعا هي في أوضة
وانا في اوضه. وكل يوم يمر يا مرعبين كنت بسمع يا اما من ياسين يا اما من عمرو يا اما من احمد ان الناس دي قلب عليا الدنيا، ودلوقتي مش عايزين يقتلوها، هم عايزينها ترجع لهم تاني وعاوزين يقتلونا انا. ففضلنا حوالي اسبوع في الشقه دي من غير ما حد يعرف عننا حاجه، لحد ما في يوم لقيت لكم الباب بيخبط بكل قوته. فقربت من باب الشقه وبصيت من العين السحريه لقيته عمرو. فتحت بسرعه لقيته دخل وقفل الباب وراه وقال لي انا الناس هنا. فبصيت له قلت له ناس مين يا ابني، في ايه؟ فقال لي الناس اللي هم تبع اسمه ايه ده سيد ده تحت وبيدوروا على رقم الشقه. فسما جت من جوه وقالت في ايه في ايه؟ فراح عمرو بص لها وقال اسكتي اسكتي انت يا وش المصايب. فبصيت له قلت له ما تكلمهاش كده. فبص لي باستغراب وقال لي مش وقته يلا بينا. فقلت له لما هم طالعين ورا اهلك انت قفلت الباب ليه؟ ورحت فتح الباب وطلعنا احنا التلاته. جينا ننزل من على السلم لقيناهم طالعين. فروحنا طالعين فين؟ على السلم فوق. ومن كتر اللهوجه اللي كنا فيها انا نسيت اقفل باب الشقه اصلا. طلعنا على السلم فوق وكويس ان انا نسيت اقفل باب الشقه. ليه بقى مرعبين؟ لان هم لما شافوا باب الشقه موارب راحوا داخلين على طول. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا اول ما لمحناهم دخلوا رحنا نازلين تاني من على السلم ونزلنا على العماره من تحت. طلعنا على الشارع وفضلنا نجري ومن حظنا كويس ان احنا لقينا توك توك واقف ركبنا فيه وخدنا وجري بينا. الموضوع كده دلوقتي اصبح ان ما بقتش انا لوحدي، ده بقى عمرو كمان. يعني بقيت انا وعمرو مهددين بالقتل، وسما مهدده بالاكتر من القتل انها ترجع للعيشه اللي كانت عايشاها دي تاني. وطبعا هي ما كانتش عاوزه. اليوم ده مرعبين عاوز اقول لكم احنا نمنا في الشارع حرفيا، انا وعمرو وسما نمنا في الشارع لان ما كانش فيه اي مكان نروحه. وفضلنا نتنقل من هنا لهنا لهنا، وكل يوم الخوف كان بيزيد اكتر. لحد ما في يوم احمد اتصل بيا. لما رديت عليه قال لي تعالى لي البلد دلوقتي، هاتها وهات عمرو وتعالى لي. فقلت له اجيلك فين؟ اجيلك عشان يموتوني؟ قال لي ما تخافش ما تخافش، الناس هنا مجتمعه وكل اللي هم عاوزينه انكم تيجوا تسلموا البنت دي وهتمشوا، محدش هيأذيكم. اسمع مني سيبها، ده نصيبها هي خلاص، لو لها نصيب في حاجه هتشوفها، دي حواراتهم هم ملناش دعوه. اسمع كلام يا نبيل، هات عمرو والبنت وتعالى سلمها لهم وخد بعضك انت وعمرو وامشي. قفلت مع احمد وانا مش عارف اعمل ايه، اتحطيت في موقف زباله. فعمرو طبعا سألني ايه اللي حصل، فحكيت له اللي احمد قاله وقال لي عين العقل، هو ده الصح، ربنا بعت لنا فرصه اهو نمسك فيها ويلا بينا دلوقتي نطلع على البلد نسلمها وناخد بعضنا ونمشي، ولا انت عايز تموت؟ قلت له يا عم لا، ما اكيد مش عايز اموت. قال لي خلاص يبقى يلا بينا. ركبنا القطر يا مرعبين، انا وعمرو وسما كانت راكبه معانا ومش عارفه في ايه. كل اللي هي بتساله هو احنا رايحين فين، وانا اقول لها ما تقلقيش ما تقلقيش. لحد ما وصلنا بني سويف. طبعا هي اول ما عرفت ان احنا وصلنا بصيت لي كده وقالت لي هتسلمني؟ فقلت لها ما تخافيش انا معاكي، ما حدش هيعمل لك حاجه، ما حدش هيأذيكي، ما تخافيش. عملت لي كده وسكتت. نزلنا من القطر وركبنا العربيه ورحنا بيها على المكان اللي احمد قال لي عليه. كان فيه زي صوان كده اللي هو بتاع العزا. دخلنا كان قاعد هناك حوالي 5 أو 6 رجاله، منهم مين؟ مطاوع وسيد وراجلين كمان بيحموهم، واهم واحد فيهم مين؟ سعد العبيط كان قاعد وسطيهم. اول ما شفته طبعا عرفته، كان لابس جلابيه معفنه كده وقاعد عمال يعمل حركات عبيطه كده زي العيال الصغيره، فعرفته على طول. كنت ماشي، عمرو كان ماشي جنبي وانا ماسك سما من دراعها وحرفيا كنت بزقها، كانت خايفه وعماله تعيط. انا مخليه مثبت في دراعها قوي كده، مش علشان بس اجبرها انها تمشي، لا ده كان خوف عليها. فضلنا ماشيين لحد ما قربنا. احمد وابوه كانوا موجودين في القعده دي. الناس فضلت قاعده محدش اتحرك لحد ما قربنا منهم ولقيت لكم سعد ده راح قايم وقرب مننا وفضل يضحك. فابوه نده عليه وقال له اقعد مكانك. فالواد رجع وقعد مكانه. راح اللي اسمه سيد ده بص لنا وبص
لعم خالد ابو احمد وقال له انا عملت كده علشانك. حد تاني كنت خلصت عليهم هما الاتنين ورميتهم في الجبل. وراح بص لسما وقال لها وانتي حسابك بعدين لما خليتك تشوفي الويل ما بقاش انا. يلا اقعد خدوها على الدوار وانت يا منك ليه رجليكم ما تعتبش البلد دي تاني. بعد ما قال كده طبعا عمرو كان بعد شوية كده اللي هو خلاص بقى مشي. عمرو مشي وانا لسه واقف وماسك سما في ايدي وهي عمالة تعيط. ولقيت واحد من الرجالة اللي كانوا واقفين راح مقرب وحاول ان هو يشيل سما علشان يمشي بيها. مش عارف انا عملت كده ازاي. كنت بلوم نفسي ازاي قدرت اجيبها لحد هنا واسلمها لهم كده علشان انقذ نفسي. اورطها هي كده؟ ايوه عارف ان هي اللي ورطتنا في الاول، بس هي برضه ذنبها ايه؟ لقيت لكم يا مرعبين الراجل اللي قرب على سما ده زقني وشالها ومشي خطوتين. بعد ما مشي خطوتين لقيت سعد قام زي العبيط وهو عبيط اصلا وجري وهو عمال يقول هي لحد ما قرب مني علشان يعديني ويكمل يعني وراهم. بس اول ما قرب مني رحت ماسكه من رقبته وطلعت السكينة اللي كنت مخبيها في ظهري وحطيتها على رقبته. طبعا الكل قام وقف وبص لي ومنهم واحد طلع سلاح ووجهه ناحيتي. فانا بصيت للي اسمه سيد ده وقلت له خليه يسيب السلاح. فراح بص للراجل بتاعه قال له نزل السلاح نزله. وبص له قال لي خلاص سيبه محدش يعمل لك حاجة امشي مالكش دعوه باللي بيحصل، دي خلافات بينا، خد صاحبك وامشي ومحدش هيكلمك سيب الواد. فانا فضلت مثبت برضه فيه وقلت له لو ما سبتهاش دلوقتي انا هقتله لك. انا عارف ان انا كنت بتكلم وانا خايف ويمكن ده اللي خوفه اكتر، لان اكتر واحد تخاف منه الخايف ده، لانه ممكن يعمل حاجه هو مش عارف هو عملها ازاي. لقيته من الراجل اللي شايلها ان هو يسيبها وراح فعلا منزلها على الارض وهي راحت جري عليا ومسكت في ايدي وانا فضلت حاطط السكين على رقبته. فضلت ارجع لورا. عمرو كان واقف على اول الصوان بره وبيبص لي يا ابن المجنونه، كان بيبص لي بطريقه اللي هو اللي انت بتعمله ده. فضلت ارجع وهم يقربوا مني لحد ما قلت لهم محدش يقرب. وعمرو شغل دماغه ووقف توك توك. التوك توك ده اول ما وقف طبعا وشاف المنظر كان هيمشي، ولكن معرفش عمرو قال له ايه خلاه يوقف ويستنانا. قربت انا وسما، عمرو ركب وسما ركبت وانا المفروض خلاص اني هسيبه، ولكن زي ما قلت لكم الخايف ده ممكن يعمل حاجه ويندم عليها ويرجع يقول هو انا عملت كده ازاي من غير قصد. جرحته بالسكينه. اول ما لقيت الدم نازل من رقبته وهو خلاص وقع على الارض وبيموت فضلت واقف باصص له. انا مش عارف ايه اللي عملته ده. عمرو شدني ودخلني جوه التوك توك والسواق جري على طول. كنت سامع صوت ضرب النار وهو بيتضرب علينا، باصص على الدم اللي في ايدي ومش عارف اعمل ايه. بعد ما طلعنا من الحته دي سواق التوك توك وقف على جنب وبص لي وقال لي لا خرب بيتك ايه اللي انت عملته ده، حد يعمل كده؟ فعمرو قال له معلش انت هتتاذي طبعا يحصل لك حاجه. لا انا كده مش من البلد دي، انا هنا التوك توك كان متكلبش وكنت جاي اجيبه، بس انت لما قلت لي ان البنت دي عاوزين يموتوها وان انتوا بتنقذوها ده اللي خلاني وقفت وخدتكم معايا، انا اللي خلاني اعمل كده. بس المهم السواق دور توك توك تاني ومشينا لحد ما طلعنا على الطريق. وقفنا عربيه وركبنا. حالتي كانت ميؤوس منها، انا كنت في حاله صدمه. طلعنا على فين؟ على فندق من الفنادق اللي هي تحت السلم زي ما بيقول، فندق من اللي هو لا هيطلب ورق ولا الكلام ده، هو كبير قوي يقول لك هات بطاقتك. وده اللي عملناه واجرنا 3 غرف، كل واحد فينا كان في غرفه. ولكن بالليل لقيت عمرو وسما جم في الاوضه بتاعتي. طبعا كانوا عايزين يطمنوا عليا، انا حالتي كانت صعبه جدا. يعني لك ان تتخيل ان احنا الاول كنا بنهرب منهم علشان عاوزين يموتوا البنت دي او يرجعوها تاني للحياه اللي هي كانت فيها، واحنا كانت صعبانه علينا وكانوا عاوزين يموتونا علشان بس بنساعدها. ما بالك دلوقتي انا قتلت ابن واحد من اوسخ الناس في البلد، واحد كان بيلعب بالبني ادمين. ما بالك بقى هيعملوا فينا ايه دلوقتي؟
ما كناش عارفين نطمن بعض. عمرو كل اللي بيعمله انه بيلوم فيا، وكل اللي على لسانه الله يخرب بيتك وديتنا في داهية، هنموت بسببك. وسما كل شوية تبص لي وتقول لي ليه عملت كده؟ كنت سبتهم ياخدوني وانا قاعد ساكت. لحد ما قطع السكوت ده يا مرعبين، رنت التليفون بتاعي. رديت، كان احمد. اول ما رديت ما سمعت صوت احمد، سمعت صوت سيد. قال لي وحياة ابوك لو اوريك نار جهنم في الارض، انت وصاحبك وسما، انتوا التلاتة هخليكوا تتمنوا الموت ومش هتطلوه. انت كنت عاوز تقتل ابننا. اول ما سمعت كنت دي قلت له هو هو ما ماتش؟ فقال لي انت اللي هتموت، كلكوا هتموتوا، كلها كام ساعة وهتبقوا متربطين قدام زي البهايم، وساعتها هفرجك ازاي تحط السكين على رقبة ابني وتخليه ينزف دم. هتشوف. بعد ما قال كده رحت ماسك التليفون وهبده في الحيطة، هبته من كتر الخوف. وفي اللحظة دي لقيت لكم باب الأوضة بيخبط. وبكده تكون انتهت القصة بتاعتنا النهاردة. وعاوز بقى اشوف تعليقاتكم الجميلة، وانزل دلوقتي لو ما عملتش لايك اعمل لايك للفيديو ده، واشترك في القناة لو مش مشترك علشان تنضم لعيلة المراقبين. كان معاكم محمد نبيل، تصبحوا على خير.